فيلمنا بيبتدي بأسطورة أمازونية بتتكلم عن محارب قلبه مفتور بيتسلق قمة عالية وبيطلق سهم باتجاه القمر، ولما بيحس القمر بالألم بيبكي، وفي المكان اللي بتنزل فيه دموعه بتنمو شجرة مقدسة قادرة على شفاء أي مرض. وعلى مر السنين خرجت البعثات للبحث عن الشجرة المقدسة، وأشهرهم كانت بعثة أغيري. الأدغال كانت دايما بتحمي الشجرة لكنه بينجح عن طريق القبيلة الحامية، ولما بيطلب منهم راس السهم المقدس اللي هو مفتاح العثور على الشجرة وبيرفضوا، بيرتكب مذبحة وبيقتل زعيم القبيلة اللي قبل ما بيموت بيلقي عليهم لعنة عدم الابتعاد عن النهر إلى الأبد، والأدغال بتسحبهم وقتها ناحية النهر. بنروح لعام 1916 تقريبا بعد مرور 400 سنة، وبنشوف ماكي اللي بيلقي كلمة أمام جمعية العلماء بتوجيه من أخته ليلى بهدف الحصول على رأس السهم للبحث على الشجرة المقدسة اللي ليها القدرة على شفاء الأمراض وإنقاذ حياة الناس. ليلى كانت عارفة إن الجواب هيكون بالرفض، وبتكون مجهزة خطة بديلة، وهي إن ماكي يماطل في الكلام معاهم ويشتري لها الوقت، وبتتسلل للأرشيف وبتقدر تحصل على رأس السهم. وبنشوف صدمة الأمير يواخيم اللي بيكون دافع رشوة لمدير المتحف علشان يحصل على رأس السهم، وبيشوف ليلى وبيوشك إنه يمسكها لكنها بتهرب منه. ليلى ذكية وجميلة وشجاعة وبتمتلك روح المغامرة من والدها العالم الشهير اللي أفنى حياته للبحث عن الشجرة. ماك عكس أخته تماما، ما بيحبش المغامرة وبيضطر لمرافقتها لأنه كان خايف عليها. وبنروح لمنطقة الأمازون وبنتعرف على فرانك اللي بيمتلك مركب قديم ومشغله في الجولات السياحية، وبيكون واضح إن أفكاره كلها قديمة، وفي الغالب كان بيستخدم الحيلة للحصول على المال. فرانك كان مديون للسيد نيلو اللي بياخد كل اللي بيتحصل عليه، وبياخد كمان محرك المركب رهن وبيديله مهلة اسبوع. وفي الوقت اللي فرانك بيكون في مكتب نيلو علشان يسرق مفتاح خزنة الموتور، ليلى بتخبط على الباب وبتفتكره السيد نيلو، وهو بيعيش الدور خاصة لما عرف انها طالعة رحلة ومستعدة تدفع اي مبلغ. بيعرف انها مش رحلة عادية وانها بتحاول توصل للشجرة المقدسة، وبيلاحظ معاها خريطة قديمة للرحال أغيري وبيحاول يوضح لها حجم المخاطر والعقبات. وبيتفاجئ لما بتفتح له الخزنة اللي عجز عن فتحها وبتقول له اهتم بنفسك وخلينا نتفاوض على السعر. وفي المطعم بيكونوا أوشكوا على الاتفاق، وفجأة بيظهر ماكو مع السيد نيلو الحقيقي. أثناء ما ليلى بتقدره لمحاولته الاحتيال عليها بيشوف رأس السهم معلق في رقبتها، وقبل ما تمشي بيصفر لها وبيبتدي يخفض لها السعر، وبيشرح لها قد ايه مركبه سريع ومريح وفي افخم حمام في البرازيل كلها، ده غير ان هو الوحيد اللي يقدر يوصلها. وفجأة بيدخل المطعم نمر شرس، السيد نيلو بيهرب ومكمن الخوف ما بيقدرش يتحرك وبيأملها على روحه. فرانك بيتصدر وبيتسارع مع النمر، وفي وسط ذهول الحضور بيتغلب عليه وبيطرده وبيقدر ينول اهتمام ليلى. بنشوف فرانك بيركب الموتور اللي استرده، وبنتفاجئ ان النمر صاحبه هو اللي مربيه. وفي الوقت اللي بيرمي فيه شنط ماكو بيقول انها حمل كبير بيتم خطف ليلى من رجال الامير يواخيم. وفرانك اول ما بيشوف السيد نيل اللي اكتشف سرقته للموتور بيضطر يتحرك من غيرها، بيبعد وبينزل علشان يدور عليها، ولما بيوصل لها بيلاقيها قايمة بالواجب وزيادة. وقبل ما يرجعوا بتتحرر كل القرود والحيوانات اللي كانت محتجزة بغرض طحنتها. فرانك بيسألها عن محاولة خطفها وبيفهم انهم عايزين يحصلوا على شيء قيم موجود معاها. وبنروح للأمير يواخيم اللي بيكون متعصب من خبر هروبها، وبيقول ان الشجرة مفتاح فوز ألمانيا في الحرب وانه هيتعامل مع الموضوع بنفسه، وبيؤمر الجنود بالتحرك علشان نتفاجئ انه موجود في غواصة اسفل نفس النهر. الموضوع محتاج معجزة للنجاة من غواصة عسكرية بمركب قديم بيفتكر لأبسط الاحتياجات، لكن بنعرف ان فرانك بطل غير عادي لما بينجح انه يشتتهم ناحية مارفا نيل، وكمان لما قدر يهرب من توربيت كان متجه ناحيتهم. وبيحصل خلل في محرك الغواصة بيترتب عليه تدمير مارفا نيل اللي خوفه خلاه يسبق الريح وبيكون جاب اخره من فرانك. وبنشوف مركب فرانك بتتحرك بيهم في البحيرة المليئة بأسماك البرينة المفترسة، وعند
وافترق لطريقين، بيتفاجئ فرانك من شجاعة ليلى اللي علشان توفر يومين بتطلب انها تعدي من الطريق الاكثر خطورة. بالنسبة للامير فبحيرة الامازون ليها افرع كتير وعاملة زي المتاهة، ومن الصعب العثور على ليلى. بيقول انه هيتوجه لتحرير اغيري من لعنته والاستعانة بيه. احد الجنود بيقوله ان لعنة اغيري دي مجرد اسطورة، لكنه بيبتسم بخبث وبيأمرهم بالتحرك. فرانك بيقف علشان يريح المركب، واليوم كان متعب بالنسبة لليلى اللي بتسأله عن الحمام الفاخر اللي قال عليه، فبيحدف لها صابونة غسيل وفوطة زفرة وبيقول لها المية قدامك وصرفي نفسك. ولما ماك بيقوله لو انت قاصد تجوعنا علشان تخلينا منكملش الرحلة فيكون في علمك ان ده بينجح فعلا. فرانك بيطلع المسدس وبيضرب لفوق فبيقع فار. ماك بيقوله انت متخيل ان ممكن اكل ده؟ فبيرمي الفار في المية وينزل الشبكة ويخرجها بكمية من اسماك البيرانا وبيقوله كلها قبل ما تاكلك. وفي مساء نفس اليوم واثناء ما الرومانسية طاغية على المكان بنشوف ماك بيجري والنمر وراه، وبتعرف ليلى ان اللي حصل في المطعم كان مجرد خدعة وبتتعصب منه وبتنزل حجرتها. بنشوف الامير يوخيم اللي قدر يوصل لمكان اغيري ورجالته، ولانهم ايضا كانوا محتاجين لبتلة الشجرة لفك لعنتهم فكان من السهل اقناعهم للبحث عن مكان ليلى وبيقدر يحررهم من خلال مياه النهر. طالنا بيدخلوا منحدر نهري والوضع بيصبح مرعب وبيوشكوا انهم يقعوا في الشلال، لكن فرانك بينقذ الموقف في اخر لحظة. إيلي كانت لسه بتكابر بالرغم انه باين عليها جدا، وفرانك بيعرض عليها الرجوع لكنها بترفض. بيقفوا في منطقة خليج يوكايلي للاستراحة وعمل صيانة للمركب، وبيكون واضح ان فرانك مهتم بليلى من خلال اسئلته لماك. وبنروح لليلى اللي قررت تتسلل لغرفة فرانك لشكها انه مخبي سر عليها، وان امكانياته بتقول انه مش مجرد صاحب مركب بسيطة. فرانك بيتفاجئ بوجودها في غرفته اللي كان محرج حد يدخلها، وبيكون متضايق وبيصارحها انه جاي المكان ده اصلا علشان يدور على الشجرة المقدسة، وانه عنده 12 خريطة بخط اغيري نفسه، وانه تعقب الاسطورة في كل قرية وجزيرة وشاطئ ومفيش فكرة هتيجي في بالها منفذهاش لغاية ما فقد الامل. لكن ليلى بتكتشف عن رأس السهم وبتقوله لكنك ما امتلكتش المفتاح. واثناء ما ماك بيحاول يتصاحب مع النمرة علشان يأمن شرها بتنطلق سهام مخدرة من افراد قبيلة امازونية وبيتم اسرهم. وفي طريقهم لزعيم القبيلة فرانك بيقول لهم ان هيتم تقديمهم ضحايا للآلهة. ولما بيوصلوا فرانك بيعرض على زعيم القبيلة انه ياخد كل امتعتهم وفلوسهم مقابل اطلاق سراح ليلى واخوها، لكن الزعيم بيقول له ان طلبه الوحيد رأس السهم وانه عارف انه معاهم وانه ملك لقبيلته ولازم يستردوا باي شكل. ليلى بترفض، ولما بتحاول تهرب بتكتشف ان الموضوع مجرد مسرحية من اخراج فرانك بهدف الاحتيال عليهم. بتتصدم وبيكون رد فعلها زي ما انتوا شايفين كده وبتقرر عدم التعامل معاه. بعدين بنعرف من فرانك خلال كلامه مع ماك ان الموضوع كان متخطط له من قبل ما تنطلق الرحلة وانه ما كانش لسه اتعرف عليهم اكتر. إيلي بتتعرف على ساحرة القبيلة اللي بتقدر تفك الرموز اللي على رأس السهم وتحدد مكان الشجرة. وفي منتصف الليل بيظهر اغيري واتباعه الملعونين وبيقتلوا اي حد في طريقهم، وبينجحوا انهم ياخدوا رأس السهم من ليلى. لكن فرانك بيخاطر بحياته وبيسترده وبيتصفى قلبه وبيقع من مسافة كبيرة. اغيري بيقدر يوصل لليلى وهي بتحاول تهرب وبيكون على وشك الحصول على مبتغاه، لكنه بيكون بعد والنهر بيسحبهم. وعن طريق النحل بيبلغ اغيري الامير بموقع ليلى، والجنود بيكونوا مستغربين انهم بياخدوا اوامرهم من نحلة. وبتتفاجئ ليلى لما بتلاقي فرانك على قيد الحياة والسهم راشق في قلبه. وماك بيفتكروا مصاص دماء بيصارحهم ان اسمه الحقيقي فرانسيسكو وان عنده 400 سنة وانه كان صديق مقرب من اغيري وخرج معاه في رحلته للعثور على دموع القمر لانقاذ بنته المريضة، وان هو اللي رسم خرايط الامازون القديمة. لكن
ولما أغيري بيتخذ طريق الشر وبيهجم على قبيلة الشجرة، فرانك ما قدرش يقف ساكت ويشوف الأبرياء بيموتوا، وقرر الانقلاب على أغيري ومساعدتهم. وزعيم القبيلة قبل ما يموت بيلقي عليهم لعنة إنهم ما يقدروش يخرجوا من محيط النهر، والأدغال بتسحبهم ناحية النهر قبل ما يوصلوا لرأس السهم، وإن أغيري اعتبره خاين وحاول أكتر من مرة يقتله، وفي النهاية قدر يخدع أغيري ومجموعته ويحبسهم في كهف. أبطالنا لما بيوصلوا لمكان الخريطة، فرانك بيغطس وبيقول لها إنه لقى المدخل، بس المشكلة إن في حاجز حديدي منعه من الوصول للبوابة، وبيقول لها أنت جسمك نحيل وتقدري تدخلي وتنزلي الرافعة، فبترفض الفكرة لأنها بتخاف من المية وما بتعرفش تعوم، ولأن مفيش بديل فرانك بيقدر يقنعها. بتنجح تتسلل ما بين الحاجز، وأول ما بتحرك الرافع الشلالات بتوقف ضخ المية، وفرانك بينقذ ليلى اللي كانت على وشك الموت. منسوب المية بيقل لغاية ما النهر بيجف، وبتظهر معالم المدينة القديمة، بيحضنوا بعض من الفرحة، وليلى بتصارح فرانك بحبها وبتخليه يعدل عن فكرة الانتحار. وبيتفاجئوا بظهور الغواصة وخروج الأمير وماك. الأمير بياخد رأس السهم وبيجبرهم يتحركوا لمدخل البوابة، ولما بيوصلوا للشجرة بتكون يابسة وشبه ميتة. كان عارف إن ليلى أكتر حد عنده معلومات عن الشجرة وتقدر ترجعها للحياة. لما بتنجح في إحياء الشجرة، فرانك بيبصلها، فبتسحب مسدس من الجندي وبتضربه بالنار، وبتقول للأمير البتلة دلوقتي ملكي. بيوافقها وبيكون معجب بشخصيتها، وبيظهر فرانك اللي بيقضي على الجنود الموجودين على المركب، وبنتفاجئ إن ماك عنده قدرة قتالية عالية. ليلى بتهرب وبتطلع على الشجرة، وعلى آخر لحظة قبل الشجرة ما تموت بتقطف بتلة، وبيوشك الأمير إنه ياخدها منها لكنها بتقع، فبينجح فرانك إنه يمسكها. بيكون هيقع لكن النمرة بتلحقه. فرانك بيحافظ على خط سير مستقيم وبيتقاتل مع غيره ورجالته، بيضحي بنفسه وبيصدم البوابة اللي بتنهار وبتسد المية في الأدغال وبتحجزهم. ليلى لما بتروح تشوفه بتلاقيه اتحنط، وبالرغم إنها كانت في حاجة للبتلة لكنها بتضحي على أمل شفائه. وبعد لحظات بيبتدي يعود للحياة، ولما بتلاقي راسه بتنزف بتتأكد إن اللعنة اتفكت، وبيظهر القمر للحظات وبتنبت بتلة تانية. المشهد اللي بعده بنشوف ماك بيلقي كلمة أمام جمعية العلماء بيحكي فيها عن رحلتهم والمخاطر اللي قابلوها، وبيبلغهم إن ليلى بترفض تكون عضوة في جمعيتهم العقيمة. وآخر مشهد بنشوف فرانك متشيك وعلى سنجة 10، وليلى بتعلمه السواقة لكن الواضح إنه هيتعبها شوية.